ليش ما عندنا صناع محتوى العاب حقيقيين بالعراق؟ يعني لو رجعنا بالزمن قبل 10 سنوات راح نشوف عندنا صناع محتوى مثل ابو عطوان، جدو الشايب او علي المرجان وغيرهم هواي، بس هسه تقريبا ولا واحد. وعلى النقيض الثاني نشوف عند الاخوان بالسعوديه ما يقارب 1000 صانع محتوى العاب مثل ملزلز او بندريتا وغيرهم كلش هواي. السبب يا اخوان انه للاسف اغلب صناع المحتوى عندنا يمشون على الترند. ترند الالعاب عندنا العاب موبايل، لان اغلب الشباب ما يمتلكون جهاز العاب، وحتى لو امتلكوا الجهاز ما يمتلكون المقدره على شراء الالعاب باسعار فلكيه. بس هسه الوضع تغير يا شباب، صارت عندنا خيارات اقتصاديه كلش هواي، وعندنا كلش هواي شباب مبدعين ويقدرون يصنعون محتوى اذا توفرت لهم البيئه المناسبه والمعدات اللازمه. فلا تقصرون بدعمهم وتركوا العاب الموبايل، خلونا ننهض بصناعه محتوى الالعاب بالعراق، وباذن الله عن قريب راح اكون من الاوائل اللي يرجعون صناعه المحتوى باليوتيوب ان شاء الله. بس اكمل استوديو وافتح فيس كام واصور لكم مقاطع للصبح. كل اللي اتمناه من عندكم الدعم، سواء الي او لاي صانع محتوى تشوفونه ممتاز يصنع محتوى العاب، ولا تنسون انتم اللي ارتكبتم الخطأ وانتم اللي لازم تصححونه، لان بيدكم كل شيء.